زينب سلام الله عليها خرجت وقفت في وسط الميدان، أخذت تقلب طرفها يمينا وشمالا، أشلاء مقطعة، أشلاء مقطعة، وهي تتعثر بأذيالها بين جثث أهل بيتها وأحبتها، وإذا بها عقيلة الطالبيين سلام الله عليها بلسان الحال قامت تقرأ. عقيلة الطالبيين ظلت تنعى، ايش قامت تقرأ أغاتي من أنت؟ أقرأ واقرأ وياي ملا من رخص لك. وليان وليان ما ظلت لي وليان، وليان وليان ما ظلت لي وليان، ظلت جثث بالحومة، ظلت حرم مهضومة، ما ظلت لي وليان 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 ما ظل ويا زينب ويا زينب، ظلت جثث بالحومة، ظلت حرم مهضومة، ما ظلت الأربعة ابن أم البنين، الأخوة كانوا يحرسوني أبد ما قصروا عني، يا ابو حسين ولا نسوني، القدر فارقهم يا ابويا واخوتي ما فارقوني، جثث يا ابويا شفتهم ريت لا شافت عيوني، وافوا حسين بخوته كل بطل طاح بحومته، راسا انفصل عن جثته وبحزنهم ودعوني، أحزان أحزان صرت بلوعة وأحزان، أحزان أحزان صرت بلوعة وأحزان، عقب الأخوة سلبوني بديرة غرب عافوني، ما ظلت لي وليان وليان. إيه لا تظل ساكت أغاتي، هلا وليان وليان ما ظل شاش ظلوا لك يا زينب، ظلت جثث بالحومة، ظلت حرم مهضومة، ما ظل بويا وسمعته يصيح ولا معين ومن يعينه. أروع صورة اللي صورها الشاعر الكبير عبد الحسين أبو شبع على لسان الرادود القدير المرحوم عبد الرضا الرادود، بويا وسمعته يصيح ولا معين ومن يعينه، اخوته وانصار نومه عن يساره وعن يمينه، حسين يا ابويا تحير للمخيم شبح عينه، ولا يصح واحد قباله يشوفه ويوصي بينا، شبيدي على ذاك الصبر قدمت لابن امي المهر، قبلت نحره والصدور، راح اخويا وبطاع لي انا عطشان عطشان ما تحسين،
إيه عطشان عطشان ما تحسين عطشان يا ابويا انقطع نحره وبالخيل نشم صدره ما ظلت لي وليان وليان. زينب تناديك من الطاف وانت يا كرار تسمع تصيح يا ابويا الزمان شلون بينا قام يصنع. ابويا تذكر من روح القبر جد شلون اطلع بوقت الظلام ولمن الاصوات تهجع اطلع يا ابويا بهيبتي واللي تبارين اخوتي واركض اليوم بغربتي صرت من مصرع المصرع اجسام اجسام عين تشاهد اجسام 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 عين تشوف الاجسام كانوا امس قدامي اليوم النار بخيامي هاي الدنيا ايام 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 هاي الدنيا هلا ايام ايام هاي الدنيا ايام يوم الاهل يحمونا يوم العدا يسلبونا هاي الدنيا. هذا البيت واسالكم الدعاء امس بين الأمس غير النسم ما يمر أبد يا أبويا علي اليوم لن نركض بين الخيل والآلام بيا والسياط ترابعتني وانا اشقفها بديا لا هذاك العز اشوفه ولا الذل بالغاضريه. يا ابويا اصير بيا فكر اذكر اخوتي والخدر ابن امي حز راس الشمر وجب راس حسين ليا ما نام جفن حسين ما نام